كل الحكايه ان الراجل طلب منه صوره، طبعا عشان بيحبه راح لف ورزعه حته قلم، ولما اتسال عموره قال لهم اصله كان فاكرني العريس. عمل ايه يعني مش فاهم. والمحامي بتاعه قال ان الراجل ده ولا تبع العريس ولا تبع العروسه، امال هو بيتجول في المكان بصفته مين؟ ولو هو عادي اي حد يدخل الفرح اللي فيه الهضبه، مكان كل الناس هتدخل، فهو دخل ازاي اصلا؟ ركز كده هتلاقي الراجل طالع وماسك التليفون وعاوز يتصور، يعني الراجل مبسوط انه شافك وعاوز يتصور معاك. كان ممكن تزيحه او توقع منه التليفون، لكن مش كده، عصبتوني. وعلى الجانب الاخر تموره بيصطاد في الميه العكره، هو منزل فيديو ليه مع الجمهور. ليه كده يا تموره؟ وبعدها انا وبشرب كوبايه الشاي سالت نفسي هو ايه معاه يعني عشان يضرب الراجل بالقلم؟ ولقيت ثروته 41 مليون دولار. انت عارف المليون بكام مصري؟ بس كل الفلوس والنجاح ده ليه؟ ما عشان الناس حبتك. يعني انا الناس لو حبوني وسمعوني ممكن اوصل لكده؟ حبوني والنبي ربنا يكرمه يا رب يا رب. لازم